أجازة حربية. تأليف أنيس بجواري. أداء محمد مطلل، وفاء نبيل، ربيع طرابلسي. من تنفيذ أيمن التركي. أجازة حربية. الحمد لله الحمد لله يا ربي، بشرة خير. صغريت في ليبيا أني مش مصدقة روحي، مش قادرة نستوعب. الله أكبر. الله أكبر على عيونك يا المعيانة. مكلوب ومعيانة علي طول هكي، علي طول عطيتيها لهم، قلبتيها لهم عزاء. والله نقول لك حاجة، المفروض الجيش ياخذك معاه في أي جبهة لما يكونوا فيها الدواعش هذول متقدمين، باش يا حنا تعطيها لهم بعين. اسمع، أنا عيني مش قوية، وبدليل إن عيني مش قوية لما كنا جايين من بريطانيا الطيارة اللي جينا فيها بصراحة كانت عجبتني، وطول ما أني قاعدة في الجو وأني نقول محلاها هالطيارة، عليك طيارة وعليك كراسي، أمال كيف نطل من راشن. نقول ما شاء الله على البحيرة، ما شاء الله عليك منظر. نبي الطيارة تطيح بينا قبل ما نوصلوا ليبيا، شيء ما صار شيء. لا 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 لا، حق ربي مالك طبيعية، مش طبيعية، مكلوبة. تبي الطيارة تطيح بينا يا مسكينة؟ معقولة هيك؟ توا قولي بالله عليك، لو الطيارة طاحت بينا مش خير من اللي احنا قاعدين فيه توا؟ عاجبك الوضع والناس اللي قاعدة تموت كل يوم بسبب هالإرهابيين هادو؟ على فكرة هم مش كلهم إرهابيين، يعني مش كويسين، يعني هم في إرهابيين متربيين ومحترمين هيك يعني. كأنك خايفة تحسبي هذا واحد منهم؟ لو واحد يفكر يقرب من باب حوشي شو بتدير له؟ نطلع نجري من روشن ونخليه يخش، والله ما يلقاني. وانا عابي عليك يا حسن. امشي امشي امشي، افتح الباب. ما اللي برا؟ انا صلاح. شفتي يا المعيانة يا المكلوب؟ شفتي يا صلاح بادي جال عنتن؟ كلها منك. اكيد مركبين كاميرات مراقبة في الشقة، اكيد طبعا اكيد. تشني كلها منك، واكيد مركبين كاميرات مراقبة. انتي صلاح بادي توا اكيد مركب جهاز قلب صناعي، خايف الجيش يخش عليه. افتح الباب ترى. عمتي عمتك عمي ان شاء الله. يعني انا نحضر في القانون في بريطانيا ليا كم سنة، وتجي انت يا مفعوص تقولي عمتي؟ انت تحضري في القانون انت وتقولي عطك عماه؟ انت المفروض نقول لك يا حني. الدعوة هذه ما سمعتش من ايام حني. المهم قالت لك امي جارنا اللي في الشارع ولدها مات، طاحت على راسها بمبة غاز، وهو يجاهد في الطابور، وجارنا اللي في الشارع اللي وراه دايرين فرح. الحمد لله، خبر كويس بعد الخبر الاول. وفي اي قاعة الفرح؟ قاعة توا في قاعات اصلا مش فجروهم كلن. قصدك مدايرين في الحوش يعني؟ اي حوش يا عمتي، هو حوشم طاح، جاته قذيفة. يعني قاعات فجروهم وحوشهم طيحوه وهم ماشيين يديروا فرح؟ هادو اكيد ناس باردة. لا، الفرح بمناسبة ان ولادهم روح بعد 5 ايام خطف. الحمد لله ان في مخطوفين يروحوا لحالهم. لا، هو ما كانش مخطوف. هو طلع كان مصبي في طابور الغاز ومشيك وبس. روح بزاز بنابي غاز 3 وهلا من الفرحة فجروا 2 وخلوا واحدة يستعملوها. وامي قالت لك لو تبي تمشي معاهم وطي روحك. يا راسي وعليا، ما عادش نقدر، راسي بيتفجر. راسي اليوم كأنه راديو مشوش خاش على قناتين، لاني عارفه نضبط على ردة الفرحة ولاني عارفه نضبط على ردة العزاء. يا راسي. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا كان الليبيين كلهم مش عارفين يضبطوا رواحهم من 4 سنين وراكبين في بعضهم قتل وتدمير، توا انت كيف مروحة من برا تبي ضبطي راسك؟ غير شوفي لنا موضوع العشاء قبل ما نمشوا للفرح والله العزاء.
شو ندير لك عشاء يعني؟ لا هناك خبزة ولا هناك غاز زي كل يوم. اسمع نقول لك حاجة، ما عندي ما ندير لك. هاونا في عصيدة بايتة من امس، تو نسخنها لك في الميكروويف. عصيدة عصيدة وميكرويف حاجة في بعضها هذه. تمساد العصيدة اللي البلاد فيها. وبعدين انت دايره عصيده والله ما تنفع ولا تعرف تديريها العصيده اصلا. وش انت تبيني ندير لك ترى؟ من القانون والتحضير لقيت روحي نعصد، منين تبيني نعرف الطريقه؟ يا سلام يا سلام، تبي تعرف الطريقه؟ سهله يا حنا بكل سهله. تو تعرف الطريقه هالوقت هذا. تعال تواني نحكي في موضوع وانت تمشي تولع لي التلفزيون. ايوه مش تبي يا سيدتنا يا اللي تحضري يا دكتورة يا روعة يا طرابلسية، تبي تعلم العصيدة؟ حطي أي قناة تدعم في المؤتمر الوطني اللي عصد البلاد سنتين كاملة. أي واحد ضد المؤتمر وضد الشرعية هذا عدو يجب أن شنو؟ خير هذا ستاك. الورقة راحت مني. اتصلوا بالقوات العليا وقولوا لهم يجب أن شنو بسرعة نطلعوا فاصل وردوا. يا ناري مسكين، زعما بيرد براسه ولا بينحوهوله. يا ناري نسي الكلام، هذا اليوم نهار أحرف. عزيزتي المواطنة الليبية، إذا كنت لا تجدين فن التعصيد هو أحد أركان التراث الليبي، تابعي الشيف بوجهين يوميا على شاشاتنا لكل الأكلات التي خاش بعضها عصيدة شرمولة والكثير. تابعينا يوميا إذا كنت ما زلت على قيد الحياة. عظم الله أجركم وعظم الله أجركم. الله يرحمه. أجرنا وأجرك على الله. شهيد بإذن الله. تفضل قمعس تفضل. شهيد شنو؟ نجيت عزا غلط ولا كيف؟ السلام عليكم. لو سمحت النبي شنو سبب وفاة الشاب؟ شنو يا حاج، غارة ولا شنو؟ غاز يا وليدي، غاز بعيدا عنك. كيف يعني؟ طريقة فيها بمبي غاز ولا شنو؟ ضحكتني يا رب العزاء يا رجل. تو هناك واحد في ليبيا يموت من بمبا نطربقه فيه، مش لما يكون في غاز باش يطربق فيه. البمبا هذا مات وهو في الطابور. الراجل الله يرحمه كان في الصفوف الأولى في المعركة للحصول على الغاز، لكن الله غالب شاءت الأقدار إن البمبة تطيح على راسه. الله يرحمه الله يرحمه. شهيد. لكن لا، هذه أكيد مؤامرة. أكيد وراء الموضوع هذا ناس كبيرة، ناس عندها أجندة غازية. لازم نكشف الموضوع هذا لوسائل الإعلام كلها تحكي عليه. من موقع الحدث، نحن الآن في عزاء أحد شهداء المعركة الغاز الدامية التي أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين. ما هو رأيك في الحادث وكيف كانت وقعته عليك؟ تلفزيون هذا؟ تلفزيون. ما دام تلفزيون سيدي خلنا نعدل شوي. والله في واقع الأمر وواقع الحقيقة وواقع الأشياء ننقلني نقول لك الحقيقة. يعلم الله اني انصدمت اول ما سمعتها. انظروا له اعزائي المشاهدين، اثر الصدمة على وجهه وعيناه منحمرات من البكاء. هذا ما آلت عليه بلادنا تنهار، بلادنا تضيع، بلادنا تغرق، بلادنا انتهت. يا راجل وسع بالك بشواش، ايش فيك؟ كأنك ركبت فيها رعب على الناس. بشواش. اول شيء اي اثر صدمة. انت تشوف في اثر ضرب على وجهه ولا شنو؟ اي اثر صدمة تحب فيها. وثاني حاجة انا عيني حمراء يا اخوي من قلة النوم، عايشة ما تخليش فيه نرقد. وبعدها ثالث حاجة، انت اي قناة يا اخوي؟
تصدق والله ماني عارف، من كثر قنوات ما عادش حفظت اساميهم. الله يرحمه، الله يرحمه يا حاجة. ادعي له يا خيتي، ان شاء الله ربي يصبرك، ان شاء الله ربي يصبرك. تعرفي يا حنا، انا شنو اللي مزعلني؟ كان خاطره هو في كسكسو ومات من غير ما يذوقه. معليش يا حاجة، ان شاء الله تو ياكل كسكسي ان شاء الله. قصدك هو مرات يطلع حي؟ لا يا حاجة، قصدي اكيد بياكل كسكسي في الجنة. والله بعد ما مات الجيران كلهم جابوا لنا الغاز اللي عنده بنبو زيادة جابها لنا. عليك نزل فيهم يا بنتي، يعني الواحد المفروض يموت باش يطلعوا الغاز. معناها تو اللي يبي غاز يمشي يشوف كبش فداه في اهله ويقتله باش الجيران يطلعوا الغاز الزايد اللي عندهم. تعرفين علاش نبكي يا بنيتي؟ معليش اكيد واجعك ولدك. مش هيك وبس، وجعني اني حندير كسكس علي سبة خاطرة ونوزع على الجيران. بصراحة حرام فيهم. راك تحطي لهم فيه سم يا حاجة. والله ماني عارف، مش عارف. هو بدل ما تخليني نوصلك للشارع اللي ورانا مباشرة خليني نوصلك بالسيارة. مش كنت تمشي عليك رعيك ولا لا؟ نمشي على كرعية؟ دي امس قالوا خطفوا واحدة وهي تنشر في الفرش فوق السطح. وعلاش اخطفوها يا حنا ان شاء الله؟ قالوا تسكن في منطقة كلها تكفيريين، شافوها تبي تنشر الفرش، سألوها شنو تديري؟ قالت ننشر. خطفوها وذبحوها ونزلوا فيديو وقالوا احنا اللي درنا فيها هيك، لانها قالت تبي تنشر، واي واحد يبي ينشر حقائق ضدنا مصير الموت. لا 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 عليك نهار اسود هذا. لا 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 توا هي حتى هي ما لقت ما تنشر فرش في هالوقت. يا ناري، قال مسكين رجلها نهبل وحرق الفرش اللي في الحوش كله. انت في جديد؟ ندير في شوية تعديلات بس من العزاء للفرح، مش احنا خاشين مناسبة سعيدة، لازم نغيروا، ندير على الأقل شوية روج، شوية أحمر خدود، تبين نمشي هيك. بس هذا نفاق من معزة الفرح، هذا اسمه نفاق. والله يا سيدي اعتبرني شامبو 2 في 1، وانا 2 في 1، فرح وبكي. شنو هذا؟ تبي تشتغلي ممثلة؟ انهبلتي انت ولا شنو؟ علاش انهبلت؟ بعدين اليوم انا كنت نشتغل ممثلة اصلا. فاش تقولي انت؟ يعني تمثلي من وراي ولا شنو؟ لا، قدام عيونك. قدام عيوني؟ قصدك انا انعميت؟ لا، انا ما انعميتش وما زلت ما انعميتش يا عايشة. انت خيرك مش مركز بكل. اليوم انا وانت مش كنا ممثلين، واكتشفت ان هالبنات في ليبيا ممثلين، اللي شفتهم في العزاء هم اللي شفتهم في الحفلة، والاثنين ما شاء الله متقمصين الدور هنا وهنا. في حتى اللي روحت للحوش وغيرت لبستها وجت. هنا وهنا عادي الله غالب. لازم الناس تاخذ على الوضع يا عويش. تاخذ على الوضع حاجة وتاخذ على النفاق حاجة تانية. واللي يبي يفرح يقدر يأجل الفرح على سب جاره اللي عنده مصيبة. كان كل واحد يبي يأجل فرحة على سب جاره عنده مصيبة، معناها معاش حد يفرح في ليبيا. خلاص نقول لك حاجة، خليني ساكتة خير، ما نتكلم. ايوه، هذه احسن كلمة قلتيها من اول جيتنا في هالزيارة الحربية هذا. ايوه، خليكي ساكتة. وتوا يا حنا نحن في عصر الحرية، كل واحد يدير اللي يبيه، وحاست ليبيا الحرة، قصدي عاشت ليبيا الحرة. أجازة حربية، تأليف أنيس بجواري، أداء محمد مطلل، وفاء نبيل، ربيع طرابلسي، من تنفيذ أيمن التركي. أجازة حربية.